انت تعرف ان البي واي دي سونج بلس اكتر عربيه كهرباء اترخصت الفتره اللي فاتت، لدرجه ان 120 عربيه اترخصوا في شهر سبتمبر بس. وعلى فكره العربيه لغايه دلوقتي ملهاش وكيل فعلي في مصر. بس عايز الفت انتباهك لنقطه مهمه جدا، العربيه دي موجود فيها نسختين في السوق، والنسختين موديل 2025 وكمان الرينج بتاع البطاريه 605 كيلو. الفرق بس اللي موجود في النسختين هو نظام الاوتو بايلوت والسمارت درايف. فلو انت ما تعرفش ازاي تفرق ما بين العربيه اللي فيها الانظمه دي واللي ما فيهاش، شوف الفيديو. هم 7 اختلافات بس اللي موجودين ما بين العربيتين. انا هقول لك على 4 اختلافات بس، وانت بقى ركز وانت بتبص على العربيه اللي انت هتشتريها. اول اختلاف وهي الكاميرات الجانبيه اللي موجوده على رفارف العربيه، سواء الرفرف اليمين او الرفرف الشمال. هتلاقي فيه قطعه بلاستيك سودا كده موجود فيها الكاميرا. لو موجوده الكاميرا دي فاعرف ان دي النسخه اللي فيها السمارت درايف. هتبص على اعلى نقطه موجوده في البريبريز الامامي بتاع العربيه، لو لقيت المثلث اللي باين كبير يبقى اعرف ان هنا فيه 3 كاميرات، والكاميرات دي بتاعه السمارت درايف. لو لقيت مثلث واحد بس اعرف ان الكاميرا دي بتاعه اللان اسيست، والنسخه دي ما فيهاش السمارت درايف او الاوتو بارك. هتخش جوه العربيه، اول لما تبص على الطاره لو لقيت الطاره ثلاثيه يبقى اعرف ان العربيه دي ما فيهاش السمارت درايف. لكن لو لقيت الطاره رباعيه فاعرف ان النسخه دي هي نسخه السمارت درايف. هتبص ورا الطاره على الشمال، لو لقيت الدراع الصغير اللي باين قدامك في الصوره ده اعرف ان النسخه دي هي نسخه السمارت درايف والاوتو بارك، علشان الدراع ده بتاع السمارت درايف. هتبص على الكونسول بتاع العربيه، لو لقيت الزراير اللي موجوده جنب عصايه الفتيس مرسوم عليها الرسمه بتاعه البلايند سبوت اعرف ان النسخه دي ما فيهاش السمارت درايف ولا الاوتو بارك. ده شكل الزرار بتاع الاوتو بارك. والعربيه دي انا بقدر اقدمها لك من خلال شركتي بمليون 525 بس، وبتستلمها خلال 30 يوم من التعاقد. وطبعا النسخه اللي فيها السمارت درايف والاوتو بارك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وابعته لصاحبك اللي بيفكر يشتري سونج بلس. ولو عندك سؤال ابعت لي في الكومنتات. سلام.